هذه تقول: يا شيخ، أغلب أحلامي عن الجن، أكون خايفة مرة وأصحى مرعوبة. طبعا اللي يرى مثل هذه المرائي واحدة من شيء: يا أما أنه يعني يرقي نفسه بالرقية الشرعية، فإذا كان يرقي نفسه بالرقية الشرعية طبيعي أن تأتي مثل هذه الأحلام. أما إذا لم يرقي نفسه بالرقية الشرعية فهي تدل على أن الاحتمال الثاني أنه يعاني من الوسواس القهري، سواء كان وسواس طهارة، وسواس صلاة، قلق في حياته، عنده وسوسة يعالج. إذا والله لا عنده لا وسواس وليس على رقية شرعية فهذه من الأحلام الشيطانية. لحديث أبي قتادة الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا أبي قتادة يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 3. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام. ثم تنفث على يسارك، تنفث 3 مرات. بعد النفث تنقلب أو تتحول على جنبك اللي حلمت فيه هذا الحلم. في رواية أخرى أنك تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين. يقول أبي قتادة: فلما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت في السابق كنت إذا رأيت مثل هذه الأحلام تكون مثل الجبل، يعني مخيفة له. فلما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث صار يطبق النفث 3 والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 3 والتحول على جنبه. ثم وإن صلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، فهذا أفضل. فيقول: لما سمعت هذا الحديث لا أبالي بهذه الأحلام وانقطعت. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. طبقوا اللي يعانون من الأوهام والكوابيس والرؤية الجن في المنام والأشياء المخيفة، طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم.